بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم سعادة وتوفيق من رب العالمين يا رب. الفطار النهاردة انا قلت ابدأ بفطار يكون تقيل شوية علشان انا الغدا بتاعي هيتأخر حبة. فقلت هعمل الفطار بتنجان وبطاطس، جبنة بطماطم، حطيت عليها حبة زيت زيتون، حطيت عليها شوية حبة البركة. تمام. بالنسبة للفول حطيته الاول بصل وشوية زيت، وحطيت كمان طماطم. لما طريت شوية حطيت عليها الفول وقلبت حبة كده، وبعدين حطيت كمون وحطيت شوية زيت كمان. تمام. بس قلت احمل الفطار يتحمل حبة لان الغدا هيتأخر. طبعا محشي كرنب هياخد وقت حبة. تمام. بس ما تنسوش يا جماعة بالله عليكم تدخلوا البصل، لو مش هينفع تاكلوه او تحضروه على الاكل يكون فريش. تقدري تدخليه في الاكل بتاعك. تمام، عشان تغيير الفصول، بس لازم ندخل البصل في الاكل. ماشي، نبدأ مع بعض بالغدا بقى. محشي كرنب طبعا، يعني رز. انا عملت كوبايتين رز، وشوفي الكميه اللي انتي بتستخدميها، وتقريبا نص كيلو طماطم مضروبه في الخلاط. تمام. انا جهزت قبل كده الكرنب الورق، ما تقليش قوي عليه في السلق. بالنسبه للرز انا غسلته وصفيته، شبت وكزبره وشويه بقدونس. تمام، غسلتهم وقطعتهم قطع صغننه. طبعا بصل، وزودي البصل في الاكل. تمام. سوري معلش. نص كيلو طماطم حطيته في الخلاط مع فلفلايه حاره، طبعا ده اختياري. لو مش عندك ممكن تحطيه من الشطه اللي هي اللي بتكون جاهزه مجففه. وطبعا كزبره وكمون وحبه فلفل اسود. وبالنسبه لمكعب الدجاج ده اختياري عشان الطعم. وطبعا حاطه فرخه على جنب علشان هسلقها واحمرها، واستخدم الشوربه بتاعتها لو مش مجهزه شوربه عندي في الديب فريزر. تمام. في البدايه خالص هحط زيت على النار، وهنزل بكميه البصل بتاعتي، اشوحها شويه، بس ما تخليش لونها يغمق، ما تخليش اكلك غامق، عشان حتى يحتفظ بالفيتامينز اللي موجوده فيه. ما تسويش قوي الاكل زي عن اللزوم. ده بس للتسبيك يعني. هنحط البصل على النار. تمام. اول ما يبدا لونه يتغير شويه ننزل عليه بشويه البهارات اللي قلنا عليها، اللي هي كمون وكزبره وحبه فلفل اسود. تمام. هيتشوحوا بس شويه عشان ريحتهم تبقى اقوى، لان انت لما تحطي التوابل بتاعتك في الماده الدهنيه ريحتها بتبقى قويه، وتاثيرها بيبقى مضاعف يعني. ماشي. بس انا بتكلم بالتفاصيل والله، عشان في ناس بتنسى حاجات، او في ناس لسه داخله المطبخ جديد. ماشي. بس انا عارفه ان كلنا شاطرين في بيوتنا بسم الله ما شاء الله. نزلت بعد كده بشويه الطماطم اللي عملتهم في الخلاط مع الشطه بتاعتي. ماشي. وبس يا حبايبي، اول ما تبدا تتسبك وتغلي كده، او المكونات تمتزج ببعضها. تمام. لو حاسه ان لونها كويس خلاص مش مشكله، حاسه انها فاتحه شويه ممكن تنزلي عليها بمعلقتين صلصه. اوكي، ده اختياري طبعا. وبتعزز الطعم برضو، بتخلي طعمها حلو وجميل كده. بس يا حبايبي تحطي معلقتين الصلصه وتقلبيها شويه، هتتقل برضو كمان. وبس. طبعا الرز جاهز، والخضره بتاعتي جهزتها، اللي هي البقدونس والكزبره والشبت. ما ينفعش يا جماعه تحطوا الرز وتحطوا الخضره والنار شغاله. تمام، عشان الحاجات ديت بتتاثر بسرعه يعني. الرز كده كده هيتشرب من الصلصه ديت لانها سخنه اساسا. تمام. هتسيبيه بس شويه لما يهدى. خلاص انا طفيت النار على فكره. انزل بقى الخضره لان كده كده بتدبل قوي من السخونه ديت، يعني هتبدا في مرحله التسويه كمان. ماشي. والرز طبعا جاهز. هنضيف كميه الرز بتاعتي على الخليط ده، هتقلبيها وهتتاكدي من الملح بتاعها، وتسيبيها لما تبرد خالص. ماشي. وهنبدا نحشي. طبعا هتجهزي في الفتره ديت الصينيه او الحاجه اللي هتحطي ترصي فيها المحشي. هتحطي فيها شويه زيت، اوعي تنسي في زيت بيتحط هنا في الصلصه ديت، مع اللي حطينا فيه البصل في البدايه. وطبعا في قعر الحله او في اخر الحله هتحطي شويه زيت كمان للتلميع، عشان يدي لمعان حلو للمحشي اللي هتعمليه. تمام. هنسيبه لما يهدى خالص ويبرد، ونبدا نحشي المحشي بتاعنا. اوكي. ممكن في الوقت ده بقى تحطي الفرخه بتاعتك او البطه بتاعتك، بس هو يعني
جرى العرف ان احنا نعمل المحشي كرنب بيكون في بطايه او فرخيه حلوه علشان الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي. تمام. ممكن بقى تحطي الفراخ بتاعتك او البط على النار لحد ما التسبيكه دي تهدى شويه وتبرد يعني. تمام. انا عملت نفس الخلطه ديت لمحشي، عملته على نفس القناه برضو هنا، محشي مشكل. تمام. اللي هو بتنجان وكوسه وفلفل. تمام. بس لما بردت بقى التسبيكه ديت خلاص نبدا نحشي. الطريقه دي حلوه يا جماعه قوي، بتنجز معاك والله. بلاش تحشي المحشي على كف ايدك عشان بياخد وقت جامد قوي، لكن دي سريعه جدا. تمام. هتشوفي كده حجم الورقه بتاعتك، لو مناسب استخدميها على طول، لو مش مناسب طبعا تقسميها بالنص. هترصي كذا ورقه وتبداي تحشي مره واحده. الطريقه دي سريعه جدا وكويسه قوي والله، هتنجز معاكي بسرعه. بس هتجهزي في الحله بتاعتك طرنشات او حلقات من الطماطم والبصل والفلفل، وطبعا شويه زيت. اوكي. وانا بحب احط فوقهم اللي هو الشريط اللي بيطلع في النص من ورقه الكرنب، اللي هي الطويله ديت، عشان بتاخد طعم حلو جدا وفي ناس بتحبها قوي. خلاص هتبداي تحطي كميه الرز المناسبه في كل ورقه محشي، وتلفيها بالراحه خالص. تمام. بس ما تخليهاش خفيفه، يعني تلفي تشد شويه في اللفه. هترصي كل كميه الرز على كل كميه الورق اللي حطيتيها قدامك، وتلفيهم بسرعه بسرعه بسرعه، وترصيهم طبقات فوق الحاجات اللي قلتلك عليها في الحله. ماشي. لما تخلصي لفه خالص اخر طبقه ما تزيديش عن تلتين الحله، لان كده كده المحشي بيزيد بيكبر بيعلى. تمام. والشوربه بتاعتك تبقى يا دوبك مغطيه المحشي بالظبط، ما تزوديش عن كده. تمام. عشان ما يعجنش منك، تغطي المحشي بس شوربه. لو حسيت انها خفيفه حطي معلقه سمنه بلدي، هتبقى طعمها حلو قوي. تمام. بس حبايبي تحطيه على النار، مش هيكمل تقريبا نص ساعه او ساعه الا تلت، وتوطي النار خالص. اول ما تبدا الشوربه تغلي بعد ما تغطي بيها المحشي، توطي النار خالص خالص خالص. تمام. وتسيبيها على نار هاديه. بس خلاص حبايبي، انا هخلص كل الكميه وهعمل الطريقه اللي قلتلك عليها. مش هياخد منك وقت خالص، ساعه الا تلت بالكتير، وهيبقى جاهز جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. اعمليه. ده بيدفي جدا جدا جدا، كلنا عارفين كده، وهنعمله كتير اول الفتره الجايه ان شاء الله عشان الشتاء. كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا سلقت الفرخه وكذا مره انزل على الفيديو طريقه السلق المظبوطه اللي بتخلي طعم الحاجات المسلوقه حلو قوي. وحمرتها كده اهو شويه. وطبعا احنا ما ينفعش نعمل محشي الكرنب والفراخ من غير ملوخيه. انا الحقيقه ما لقيتش عندي ملوخيه خضراء، فعملت ملوخيه مجففه او ملوخيه ناشفه. ماشي. وبس ده غدا النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا رب على خير. عايزه بس اوريكم، شوفي ايوه دي الزعازيع اللي قلت لك عليها، او الجزء من ورقه الكرنب اللي حطيته في قعر الحله. تمام. بصي المحشيه لمعه ازاي من طبقه الزيت اللي زودناها. وبس بالهنا والشفا للي هيعمل طريقتي يا رب، وبالهنا والشفا ليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير يا رب. وده طبق النهارده. على فكره يا جماعه محشي الكرنب مفيد جدا، يعني فيه الياف وحلو قوي الصراحه. وكمان الملوخيه حتى وهي ناشفه كده بيبقى فيها فيتامينز حلوه قوي. تمام. ما تخافيش ابدا، اكلنا دوت مش بس بيزود الوزن وخلاص، لا هو فعلا بيدفي وحلو قوي ومفيد جدا. وبس طبعا انتي تقدري تستبدلي الفرخه ببطه، هتبقى حلوه برضو.